أول تعليق من كيليان مبابي على قضية الاتهامات المنسوبة إلى صديقه أشرف حكيمي. قبل بداية الفيديو، إذا كنتم من عشاق كرة القدم ومتتبعي أخبار كرة القدم، ندعوكم للاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. والآن هيا بنا للتفاصيل. على خليفة الاتهامات المنسوبة لأشرف حكيمي، أوردت تقارير فرنسية أن النجم كيليان مبابي هدد الاتحاد الفرنسي بالاعتزال دوليا في حال صدر أي قرار ظالم للاعب المغربي، ذلك على خلفية قرار المدعي العام متابعته في مزاعم تهمة محاولة اغتصاب فتاة. وحسب المصادر ذاتها فإن نجم المنتخب الفرنسي دعا إدارة باريس سان جيرمان ولاعبيها من أجل مساندة زميلهم في الفريق حكيمي في محنته. وشارك الدولي المغربي أشرف حكيمي الجمعة في تدريبات باريس سان جيرمان بعد فترة غياب مطولة نسبيا بسبب الإصابة. ووفقا لما ذكره موقع راديو مونت كارلو، فإن أشرف حكيمي قدم إلى تدريبات الفريق الباريسي بصحبة صديقه كيليان مبابي الذي حرص على مساندته في أزمته الأخيرة التي ألحقت ضررا كبيرا بصورته. وكشفت محامية اللاعب أشرف حكيمي لصحيفة ليكيب الفرنسية أن الفتاة التي تتهم بالاغتصاب رفضت الخضوع لأي فحص طبي، كما رفضت مقابلته بشكل مباشر، مؤكدة بذلك أن اللاعب تعرض للابتزاز.